يثير الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب فريق أوساسونا قلق الناخب الوطني وليد، وذلك قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام في دولة قطر خلال الفترة المتراوحة ما بين 21 نوفمبر إلى 18 دجنبر. ويواصل النجم الزلزولي غيابه عن صفوف أوساسونا بعد أن غاب عن مباراة أمس السبت أمام سيلتا فيغو في الأسبوع 13 من الدوري الإسباني. ويشكو اللاعب المغربي من إصابة تعرض لها مع فريقه، ما جعله يبتعد عن الملاعب لمدة قصيرة. ويرتقب أن يكون اللاعب جاهزا للعودة إلى الميادين خلال الأيام القليلة المقبلة، علما أن مشاركته في المونديال واردة بقوة. ويستعد وليد مدرب المنتخب الوطني لوضع اللائحة النهائية للأسود استعدادا للمشاركة في مونديال قطر. يشار إلى أن القرعة قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة السادسة إلى جانب 3 منتخبات، ويتعلق الأمر بكل من بلجيكا وكرواتيا وكندا. قرر وليد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وضع أمين سلامة مهاجم فريق أونجي الفرنسي لكرة القدم في القائمة الأولية للأسود التي ستشارك في نهائيات كأس العالم بقطر. وكشفت مصادر خاصة أن زميل سفيان بوفال وعز الدين أوناحي يتواجد ضمن القائمة الأولية للناخب الوطني، وذلك بعدما أثار سلامة إعجاب الناخب الوطني بعد المستويات المميزة التي بصم عليها خلال الموسم الكروي الجاري. واختتم المصدر نفسه أن المهاجم المغربي بات مرشحا للمشاركة في مونديال قطر في ظل تواجده بالقائمة الأولية لأسود الأطلس. تجدر الإشارة إلى أن أمين سلامة سجل هذا الموسم 3 أهداف، وكان وراء تمريرة حاسمة رفقة نادي أونجي الفرنسي. صرح الناخب الوطني وليد في حوار مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن النجاح الذي يريد تحقيقه في نهائيات كأس العالم بقطر برسم سنة 2022 هو تخطي الدور الأول، مشيرا إلى أن ما يمكن أن يعد به هو قدرة اللاعبين على المنافسة والروح القتالية. وأضاف وليد بأن الأهم هو محاولة الفوز بأكبر عدد من المباريات. وعن مميزات اللاعب أيوب الكعبي قال وليد إنه هداف ويسجل أينما يلعب، ويعول عليه لجهده وعطائه الكبير على الملعب. فيما أشار أن حارس المرمى ياسين بونو فاز بجائزة زامورا في إسبانيا، مما يعني أنه أحد أفضل حراس المرمى في العالم. هو شخص مخلص، وكشف بأنه يعول على بونو كثيرا في نهائيات كأس العالم، كونه من بين أفضل الحراس في العالم بشهادة الجميع. فيما قال إن أشرف حكيمي مثل القطار فائق السرعة، وهو لاعب ينطلق بسرعة شديدة، لديه قدرات بدنية مذهلة ويلعب في مستوى عال جدا. وقال إنه يلعب بالفعل لأندية القمة سواء ريال مدريد أو دورتموند أو إنتر أو باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن ننسى أنه ما زال في عامه 24، ورغم ذلك لعب لأندية كثيرة. هو أحد القادة لدى المنتخب سواء داخل الملعب أو خارجه. قرر الناخب الوطني وليد الإعلان عن لائحة الفريق الوطني التي ستشارك في مونديال قطر يوم 14 نوفمبر الجاري، بعد أن يكون قد حسم في كل اللاعبين الذين تابعهم عن قرب واقتنع بمؤهلاتهم. ومن المنتظر أن يتقاطر بعض اللاعبين على مركب محمد السادس لكرة القدم الذين انتهت بطولاتهم ويوجدون في اللائحة الرسمية، إذ أن الرحلة ستنطلق من مطار سلا نحو دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيخوض الفريق الوطني مباراة ودية ضد منتخب جورجيا يوم 17 نوفمبر، ومنها سينتقل إلى الدوحة القطرية للمشاركة في المونديال. ازداد الحال سوءا بالنسبة للدولي المغربي حكيم زياش رفقة فريقه تشيلسي بعد قدوم المدرب كراهام بواتر
ورحيل الألماني توماس توخيل عن رأس العارضة الفنية للنادي اللندني. وقدم زياش للقلعة الزرقاء في صيف سنة 2020 بعد أن صنع النجومية رفقة أجاكس، وذلك بطلب من المدرب فرانك لامبرد الذي كان أحد مفاتيحه الرئيسية. وتغير الحال بعد رحيل المدرب الإنجليزي وتعويضه بتوماس توخيل، حيث تناقصت أدوار زياش رفقة الفريق، وأضحى يتأرجح بين التألق والإصابة ومحاولة استعادة مكانته الرسمية في تشكيلة المدرب الألماني. وحاول زياش في الميركاتو الصيفي الرحيل صوب ميلان الذي أبدى في عديد المناسبات رغبته في ضم المغربي، لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح، ليظل حكيم في القلعة الزرقاء بعد أن كان قريبا كذلك من العودة لأجاكس. وزادت الأمور سوءا في بداية الموسم، حيث واصل حكيم جلوسه في الظل قبل أن يستبشر خيرا برحيل توخيل وتعويضه ببوتر الذي كان قد وعد بإحداث تغييرات على مستوى المجموعة، لكن دون أن يكون للمغربي نصيب منها. وبمراجعة الإحصائيات، لعب حكيم زياش هذا الموسم 131 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز من 15 مباراة، كان فيها أساسيا لمرة واحدة ودخل كبديل في 3 مناسبات. ولم يختلف الحال على ما هو عليه في دوري أبطال أوروبا، حيث خاض الدولي المغربي 56 دقيقة من أصل 6 مباريات، لعب 3 منها كاحتياطي، وظل خارج مفكرة مدربيه في اللقاءات الثلاث الأخرى. وأضحى غياب حكيم زياش عن التنافسية مشكلة تؤرق الجماهير المغربية التي تعول على لاعبها في المونديال، خاصة وأن المدرب وليد صرح قبل أيام بأنه يراهن على رؤيته في أفضل مستوياته في المحفل العالمي الذي أضحى على بعد 14 يوما من بدايته.